هل الكلية اللي اخترتها هتخليك غني ولا هتتخرج وتكتشف انك دفعت وقت وفلوس على الفاضي؟ احنا بقى الطلبه الفاشلين ما جبناش مجاميع وجايين نقدم في الجامعه الكحيانه بتاعتكم دي. خليني اقول لك ان التعليم استثمار، يعني انت بتصرف وقت وفلوس ومجهود النهارده علشان تحصد عائد في المستقبل. فلوس اهي يا مصر، الفلوس قدامك اهي بالكوم وبقت قوي ومحدش قدك. بس برضه مش كل الاستثمارات بتكسب، يعني مثلا طالب طب ممكن يتخرج ويبدا بمرتب من 10 ل 15 الف جنيه شهريا، ده بعد سنين دراسه طويله وتدريب. ما هو ده مرتبك الشهر ده 200 جنيه. ده انا لو طالب اخد اكتر من كده. فين مرتبي يا استاذ مدحت؟ لكن طالب الاي تي او البرمجه ممكن يدخل سوق العمل من بدري، يشتغل فريلانس او مع شركه ومرتبه يعدي من 20 ل 30 الف جنيه خلال سنتين. ده كلاوي جنيس الشقه الجنيس. قوم يلا اعمل لنا شاي. سكرك قد ايه؟ اجري. وفي مجالات تانية زي آداب وحقوق المنافسة فيها عالية. خريج كلية الآداب تقدير عام جيد وشاعر من العيار الثقيل ومع ذلك شغال ايه؟ قهوجي بخدم على شوية عيال سيرس زيكم. والمرتبات غالبا بتبدأ من 4000 ل 6000 جنيه وبتزيد ببطء. مرتب نزل؟ لا لسه. ليه ما احنا اخر الشهر يا كفر يا كفره. بس ممكن طالب فيها يشتغل على مهارات تانية جنب الكلية زي الترجمة أو التسويق ويضاعف دخله أسرع. يعني الكلية مش هي اللي بتغنيك، الفكرة في العائد مقابل الاستثمار. وقتك ومجهودك وفلوسك لازم يطلع منهم كارير أو منهج واضح. الفكرة مش إنك تسأل أدخل كلية إيه؟ انت هتقعد تقول لي بحب وما بحبش وتشرط علينا كمان. الكلام ده يا حبيبي لو كنت جايب مجموع كبير، لكن بالمجموع اللي انت جايبه ده تحط الجزمه في بقك. اسأل المجال ده ممكن يفتح لي أبواب شغل حقيقية ولا لأ؟ مش كل الشهادات بتكسب، بس كل قرار ذكي في التعليم هو خطوة ناحية الغنى.